فاكرين الكميه الكرنب والكرنبيط اللي احنا كنا زارعينها على سطحنا؟ اللهم صل على النبي. الحاج اسماعيل عشان يعني هنقول لكم معلومه عشان تعرفوا تعملوا التجاوي بتاعه الكرنب والكرنبيط بعد كده. الحاج اسماعيل قطع الكرنبه والكرنبيطي وساب الجذور بتاعتها زي ما هي كده. شايفين الجذور؟ صور الغلق من تحت يا محمود. شايفين الجذور بتاعت الكرنب والكرنبيط؟ قطع الكرنب والكرنبيط وساب الجذور زي ما انتم شايفين. فالجذور راحت بسم الله ما شاء الله، راحت مطلعه تجاوي زي ما انتم شايفينها كده. شايفين حتى حبه التجاوي؟ انا مش هين عليا نفتح التجاوي غير لما تستوي، علشان التجاوي دي بتبقى مهمه قوي غاليه قوي. وهنا برضو تجاوي بصله زي ما انتم شايفين. دي الجنار اللي انتم شايفينه ده يا جماعه تجاوي البصل. وتجاوي البصل بيبقى غالي جدا، بيبقى غالي. يا ريت تعملوا التجاوي عندكم في ارضكم او على سطحكم. وهنا برضو اهو كزبره وتجاوي شبك برضو. فاكرين كميه الخس اللي كانت على سطحنا طول السنه؟ الحاج اسماعيل دي استوت بقى خلاص. الحاج اسماعيل ساب الخس زي ما انتم شايفين في الجزازه كده. ده بعد اللي محشوش. ايوه بعد ما حشيت بعد ما حشيت محشوشه. الحاج اسماعيل محشوشه بعد ما حش تجاوي، بعد ما حش ما رضيتش الخس. اقلعه يعني. طبعا احنا حشينا الخس وكلناه برضه الدور زي وساب الجذور في الجزايز زي ما انتم شايفين كده. والجذور طلعت سبحان الله، طلعت تجاوي خس كده زي ما انتم شايفين. يعني شايفين شويه الخس دول، شويه تجاوي الخس دول بسم الله ما شاء الله. يعني هيجيب منهم كميه تجاوي توزع على متهاجلي على فدادين يا حاج اسماعيل. بصي يعني احنا بعد ما كلنا الخس اخضر عادي. ايوه ده اللي اتبقى منه. بعد ما كنا حشينا الخس وكلناه الجذور استنت مكانها وعملت تجاوي خس زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله. يعني تجاوينا من على سطحنا وبنزرعوا بيها بعد كده سطحنا علشان نعملوا طبعا هناخدوا التجاوي ديت نشيلوها وهنيجوا في معاد الزراعه وهنعملوها في حوض صغير، نقدروها في حوض صغير، وبعد ما تطلع نعملوا منها شتلات، والشتلات تتوزع على السطح كله. وممكن تزرعوا بيها الارض لو انتوا عايزين عندكم ارض زراعيه ممكن تزرعوا برضو، لان التجاوي اقل تجاوي بتكفي. التجاوي اللي الحاج اسماعيل عاملها دي كلها بتوزع على سطحنا. وكان الحاج اسماعيل برضو عامل شتلات من الطماطم اهي علشان برضو يوزع على السطح كله. من زومتين اهو تشوفوا عاملين تجاوي قد ايه. ليه ما تعملوش تجاوي عندكم ويبقى عندكم التجاوي بتاعتكم بدل ما تشتروا تجاوي من بره وتروحوا تشتروا شتلات بالغالي. احنا قبل ما تجينا فكره التجاوي ديت بعتنا احمد ابني على المشتل عشان يجيب لنا شتلات طماطم. الراجل صاحب المشتل قال له انا في الوقت الحالي ما عنديش شتلات طماطم، بس هنبعتك، هتوسط لك وابعتك لواحد تاني عنده مشتل جاري. فقال له الكام بكام؟ قال له ال 25 عود بكام يا حاج اسماعيل؟ ب 100 جنيه. قال له ال 25 عود بس من شتلات الطماطم بس. قال له ال 25 عود تقريبا ب 100 جنيه وده كمان هيكرمنا فيهم كمان. فليه؟ ده الطماطمايه واحده ممكن تعمل 100 شتله، مش 25 بطماطمايه واحده. فالحاج اسماعيل عامل لي اللهم صل على النبي شتلات زي ما انتم شايفين ماشي. والكزبره اهي كمان